حياكم الله مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الموعد وحلقة جديدة. رمضان كريم والله أكرم، وإن شاء الله يكون شهر فضيل وشهر خير على جميع العراقيين. ضيف حلقتي لهذا اليوم الأستاذ حيدر الأمير. حياكم الله أستاذ حيدر، وسعيدين بحضورك اليوم معي. الله محيي أصلك، ورمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله عليكم وعلى جميع الشعب العراقي إن شاء الله. شلون الشهر رمضان وياك؟ يعني الحمد لله متعودين إن شاء الله. الله يسلمك. أيضا سؤال البطاقة الشخصية لحيدر الأمير. يعني بدءا قبل البطاقة الشخصية أحييك على هذا البرنامج الجميل، وأحيي أخونا وزميلنا الأستاذ لؤي الشويلي على هذه الجهود المباركة من أجل ديمومة العمل الإعلامي في قضاء المسيب. نعم. حيدر الأمير هو أحد أبناء مدينة المسيب، عملت في المجال الصحفي. قبل المجال الصحفي كنت كاسب حالي حال أي شاب عراقي، توجهت لعمل الإعلام محبة بهذه المهنة، وحسيت أنه كرسالة لازم نأديها. الحمد لله الله وفقني وصدرت جريدة الأهم، وأنت كنت أحد أعضائها وأستاذ لؤي أيضا، لكن بسبب عدم توفر الدعم المالي، تعرفون القراءة الورقية اندثرت بالعراق بسبب ظهور التكنولوجيا طبعا. تم إيقاف الإصدار وموظف حكومي، وتحولت إلى جانب العمل الإنساني أكثر من العمل الصحفي. راح نسولف به أكثر. نعم. أيضا حتى نتحدث نشوف استخدام الإعلام في الوقت الحاضر بباب يكون أغلبه بطريقة غير صحيحة، باستخدامه خاصة في الإعلان والترويج، وأي شخص مجرد أنه هو سوى إعلان أنه يكتب إعلامي، الخلل بالرقابة بالمواطن يتابع هذا الشخص. يعني هي بداية أنه لازم كل شخص يفهم دور الإعلام والصحافة شنو. اليوم أنت من تريد تخوض في مضمار معين أو تدخل في مشروع، لازم تكون عندك دراسة وتعرف حيثيات العمل الإيجابية والسلبية. احنا دا نفتقر لهذا الموضوع. نعم. اليوم أي شخص، يعني مع احترامي لجميع المسميات، أي شخص جاب مشاهدات لايكات على صفحة التواصل الاجتماعي بليلة وضحاها تحول إلى العمل الإعلامي والصحفي. لابد أن يعرف أنه هو عمل الصحافة والإعلام شنو هو. يعني دور خطير جدا، يعني سلاح ذو حدين. نعم. هي يعني العمل الإعلامي يشمل كل الفئات، مثلا المصور والمحرر والمقدم البرنامج والمونتير والمخرج. يعني صعبة، يعني تفاصيل جدا صعبة. اليوم مو بالسهولة أنه أنت اليوم تجي تاخذ دور قد يكون هو مو دورك. هسه مرة تقول أنه هذا خريج إعلام، ومرة هذا مو خريج إعلام، لكن من تجي للنتائج تجد شخص هسه مثل جنابك أنت موفق، وإن شاء الله درست الإعلام، وإن شاء الله بعد لك سنة. نعم. مو؟ نعم. لكن أنت دخلت في هذا المضمار قبل دخولك إلى كهواية، بس أبدعت، قدرت تقدم في شيء. اليوم أنا شنو اللي أقدر أقدمه من مجال الإعلام؟ هل أخليه كمادة ربحية إلي لو أدي رسالتي بأمانة؟ أولا هو رسالة، ولازم تكون الرسالة حيادية. أنت ما عندك رأي، ما عندك رأي بالطرح. أنت اليوم يجب أن تؤدي رسالة مؤتمن عليها. نعم. وتكون ناجح، وبعدها تسوي تقييم وتقويم لعملك، شنو اللي قدمته خلال شهر خلال سنة. احنا نلاحظ انه اكو فوضى بالعمل الإعلامي بصراحة. يعني ماكو محددات. سؤال انخفاض مستوى الإعلام الأصليين أو الحقيقيين اللي عرفتوا أنتم في شمال بابل الآن؟ لا، هي مو بس بشمال بابل، هي تقريبا بكل بابل أو كلها. ليش؟ لأنه مو مثل قبل. إذا نرجع للسنوات الماضية، احنا اللي محافظين على مبادئنا وأخلاقنا مع احترامي للكل. تقريبا راح بدينا نتراجع. نعم. اليوم أصبح متصدر المشهد هو الإعلانات، لا المحتوى التافه. نعم. خلينا نكون صريحين. صحيح. أنت اليوم تريد تنجح لازم تنحط بأخلاقك. صح. حتى الناس تقدر تشوفك. اليوم أو تنتقد الآخرين بأسلوب جارح، أو تكون هجومي. صح. يعني أنا البارحة نزلت منشور على إغلاق قسم البصريات في مستشفى المسيب. نعم. مو أنا نزلت منشور، صارت أكو تعليقات، يعني صار أكو رد علي من بعض الجهات إنه أنا ليش نزلت هيك منشور. أنا بينما بالعكس أكو منشورات أخرى وصفحات أخرى تهجمت على إدارة المستشفى، بينما إدارة العفو. يعني إحنا ولو كنا برمضان هذا الحكي المفروض ما نحكي، لكن في وقت سابق. يعني
إدارة المستشفى هي ما مسؤولة عن هذا الموضوع، هي دائرة صحة بابل أو الوزارة. نعم. فلذلك لابد تكون بالطرح مهني. نعم. بس احنا اليوم المهنية ما حد لازم صح. تكون. أيضا أستاذ حيدر، حتى نتحدث عن موضوع حضرتك داعم للمرضى الموجودين في بابل، ويعني حتى نتحدث عن إنشاء مؤسسة خيرية. نعم. هل هنالك موافقات رسمية عند جمع الأموال؟ دائما نشوفكم أنت والأخوة الآخرين بجمع هذه المبالغ وتكون كبيرة. طبعا يعني هذا الموضوع طبعا احنا عانينا منه، بما أنه أنا موظف في ديوان محافظة بابل وكنت جزء من منظمات المجتمع المدني في الديوان يعني الحكومي. فبدأت تظهر حملات غير إنسانية بجمع الأموال بصراحة، بحيث أنه وصلت إلى مرحلة النصب. يعني ياخذ صورة وهمية يجمع بها أموال، أو يجمع بها أموال وما ينطيها المريض، أو يساوم المريض نفسه على أنه اليوم أنا أريد أجمع لسيف مبلغ محتاج 20 مليون، أنا أخذ منك عمولة على كل مليون 500، أو أبدي أجمع لك 20 مليون وما تبقى أنا أخليه بجيبي. فصار قرار أنه ممنوع جمع الأموال بالشارع. نعم. لكل، حتى لو كانت منظمة مسجلة بمنظمات المجتمع المدني وبعدها كتاب من رئاسة الوزراء، ممنوع. هذا قرار أخذه رئيس اللجنة العليا. لا ماكو بقلة، بحيث أنه هسه أي شخص أنا من أتجول بالسيارة أشوف ناس أنت من حقك أنه هذا، شوف أكو إداريات وقانونيات بهذا الموضوع. صار نعم. أي شخص تشوفه بالشارع تسأل على التخويل الأمني. نعم. من رئيس اللجنة العليا للمحافظة وهو السيد المحافظ وقائد شرطة بابل. نعم. في حالة أنه أنت عندك حالة إنسانية، لابد أنه ذوي المريضة يقدمون طلب خاص إلى قيادة شرطة بابل أو إلى سيد محافظ بابل، بحيث تحصل الموافقة تكون بوقت محدد، أسبوع 10 أيام، ومن فترة زمنية. من فترة زمنية ما تتعداها، سواء انجمع المبلغ أو ما انجمع. ليش حدد هذا الموضوع؟ حتى ما تصير فوضى. احنا من نريد اولا لابد يكون الفريق، احنا فريق اهالي المسيب التطوعي نعمل من 2014 بالعمل الانساني، لابد ان يكون معرف من قبل القيادات الامنيه، من الوزراء، من المدينه، انه يكون شلون مزكى يلا يقدر يطول التخويل. نعم. استاذ، شنو انت او غيرك شنو الفائده انه انا اجمع هاي الاموال واتحمل كلام الاخرين؟ واذا اكو برد راح اتحمل البرد، او اكو حر راح اتحمل. شنو الفائده انا من واقف بالشارع واجمع هذه الاموال؟ زين. يعني احنا ما نريد ماذا يقال، لكن شنو الفائده؟ طيب سؤالي لك هسه، انت شنو المستفاده من الاعلام؟ صار لك سنين تركض تقدم برامج وتطلع ومنطي وقتك. انا اجاوبك. جاوبني. انا هسه اسالك سؤال، انت شنو المستفاده؟ هل داعم للمشروع منطيك مليون، او منطي الاستاذ لؤي فد 500,000، او كل حلقه تطلع تاخذ فد 250 300؟ يعني مستفاد؟ لا انت الان انت الضيف. السؤال هي ما يخالف، هسه الشيء بالشيء يذكر. صحيح. انا دا اسالك انت مستفاد شيء؟ انا هوايه دا امارس. الله سبحانه وتعالى من يخلي فد محبه شيء بقلب الانسان ما يقدر يغادره. نعم. العمل الانساني حال اي هوايه اخرى مثل ما نقول، او اي عمل اخر. اليوم تشوف شخص من الاشخاص انه يحب مهنه التصوير مثلا، هو ما مستفاد من هالشيء، بس ما يقدر يتركها، حتى لو لجأ لعمل اخر بس تبقى مهنه التصوير او الاعلام بالداخل. احنا اليوم هدفنا الاول والثاني انه نزرع طيب ونعمل لاخرتنا. هسه احنا مو انبياء ولا مرسلين ولا 24 ساعه بالجامع ولا نصلي صلاه الليل كامله ولا لكن احنا نعرف انه الله سبحانه وتعالى انطانا عمر محدد. اليوم باكر، بعد سنه، بعد 10 سنوات، بعد 50 سنه، انه احنا نهايتنا شنو؟ الموت. نعم. فالانسان خلي شوي اولا يرجع لضميره، يرجع لنفسه ويحاسب نفسه ويفكر، انا الله سبحانه وتعالى انعم علي بحب هذه الشغله. حتى الحجين اوقات من ارجع تعبان، انا شوفني يم الحسينيه دائما صوتي وتراب ولحيتي مرات ما زين، يومين ثلاثه الحجيه من ارجع تقول لي انت على شنو كاتر روحك؟ ليش يعني؟ امي تخاف علي يعني من باب الحرص، جاينا تعبان اقول الحمد لله والشكر، الله ما دام دافع بلا. فلذلك احنا ما مستفادين. نعم. احنا من رخصتك نطلع فاصل حتى بعدها نكمل حديثنا. مشاهدينا الكرام متابعين برنامج الموعد، فاصل ونرجع لكم.
إسراء البتول، أخصائية في مجال العلوم التربوية ونفسية، على تنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية تشمل المجالات اللغوي والحركي والمعرفي والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرعاية الذاتية ضمن مجالات ومقاييس فنية. مركز أوتيزم نعالج حالات التوحد والنطق وصعوبات تعلم واضطرابات نمائية، وتوجد لدينا أيضا جلسات فردية من الساعة 8 صباحا إلى 1 مساء. للاستفسار أكثر الاتصال على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو زورونا في موقعنا الكائن في حي المعلمين الأولى فرع جامع الزهراء. نتمنى لجميع مرضانا الشفاء العاجل إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام متابعين برنامج الموعد ومستمرين مع الإعلامي المميز أستاذ حيدر الأمير، حياكم الله ورمضان كريم مرة ثانية. الله يحفظك. أيضا حتى مستمرين بموضوع بجمع هذه الأموال. الغاية من تكلمنا عن غاية بجمع الأموال، الآن طريقة الحصول على الأموال نشوف في بعض الجمعيات هي تحاول تضغط على المواطن حتى يدفع. ليش؟ يعني هي تكون يعني الإنسان مخير إنه قد أنا أقدر أساعد. لا، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ إن نشوف بعض المؤسسات تجبر وإنه تقف أمام السيارة أو لا، المأخوذ حيوان كالمأخوذ غصبا. نعم، هذا شيء معروف. اليوم الإنسان اللي يريد يساعد جزاه الله خير. أنا تحدثت إنه الإنسان الله سبحانه وتعالى ما ينظر إيش قد الطيط. نعم، طيط ربع، طيط 500، طيط 1000، طيط 25. الله سبحانه وتعالى ينظر إنه أنت شاركت بإنقاذ روحه. نعم. أما جمع الأموال بصورة يعني غير لائقة هذا شيء ما مقبول وغير مسموح. راح أسألك أسئلة سريعة أريد إجابة إن شاء الله. العلاقة الطيبة والرائعة اللي نشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي أنت والوالدة الله يحفظها، تحياتنا. الله يحفظها. شنو هذا السر؟ يعني بعد هي والدك أم بعد. لا، دائما نشوف بعض الناس إنه تخشى من حتى ذكر اسم والدته. أم صديقتي. أم صديقتي. علاقة أي علاقتي كلش طيبة. يعني مو إنه تكون علاقة سرية إنه مثل باقي الناس. أنا أخاف من يعني الإنسان يعاني كلش من يفقد أمه. صح. فأخاف من هذا اليوم. نعم. فلذلك أبني. يعني هاي رسالة اللي دائما تارك أمه. أخاف من هذا اليوم. الأمنيات والوعود الصادقة، دائما نوعد الآخرين بوعود نقدر ننفذها. برأيك شنو الأسباب؟ يعني ما مجبور على المجاملة. الكذب نوع من والمجاملة نوع من أنواع الكذب. نعم. خلي الإنسان يكون صادق ويا نفسه. مو صحيح. نعم. أصعب القرارات اللي اتخذتها؟ يعني ترك الصحافة والإعلام. يعني صعب إنه أنت ما تريد. لا، شنو صعب. الأشياء اللي الأسباب غير المادية اللي؟ لا، مو مادية. هي أنت يعني عشرة عمر وأنت تقدم خدمة. نعم. لكن من تقرر أنه تترك صعبة. فقررت أنه أترك مجال الصحافة والإعلام. أكو أمل عودة له؟ يعني على حسب الظروف. متى يكون الابتعاد انتصار؟ لما تجد نفسك. أنت تجد نفسك أنت الابتعاد انتصار. وصية حيدر الأمير قبل الوفاة؟ قبل الوفاة إذا الله سبحانه وتعالى، هاي رسالة لكل أخوتي وناسي وأصدقائي وكل مقربين. إذا الله توفاني في يوم من الأيام أطلب من أهلي وأصدقائي أنهم ما يسوون وليمة أكل، لأن هذا حرام. نعم. المبلغ اللي يردون يتبرعون به يروحون يشوفون مريض. في الوقت الحاضر هو هذا يصير. يروحون يشوفون مريض يدفعون المبلغ وجزاهم الله خير الجزاء. نعم. الإعلام المميز أستاذ حيدر الأمير، شكرا لحضورك في استوديو برنامج الموعد. الكلمة الأخيرة لك. شكرا لكم وشكرا لزميلنا خلف الكواليس، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يبعد هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن نتنفس كشعب عراقي حالنا حال الشعب. نعم. شكرا جزيلا. تحياتي. خليك حبيبي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموعد. نلتقيكم وحلقات أخرى. مع السلامة.
وياكم زهراء البتول، أخصائية في مجال العلوم التربوية والنفسية، على تنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية تشمل المجالات اللغوي والحركي والمعرفي والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرعاية الذاتية ضمن مجالات ومقاييس فنية. مركز أوتيزم نعالج حالات التوحد والنطق وصعوبات تعلم واضطرابات نمائية، وتوجد لدينا أيضا جلسات فردية من الساعة 8 صباحا إلى 1 مساء. للاستفسار أكثر الاتصال على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو زورونا في موقعنا الكائن في حي المعلمين الأولى فرع جامع الزهراء. نتمنى لجميع مرضانا الشفاء العاجل إن شاء الله.